اخواتي وحبايبي اهلاويه وزملكاويه بورسعيديه اتحداويه محلويه، كلنا اخوات بلاش تعصب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه دلوقتي؟ مشكله دلوقتي بتواجه الدوري الممتاز، بقى مش دوري ممتاز، بقى دوري شركات، ما بقاش دوري مصري، ما بقاش دوري جماهيري. زمان كان كل شركة وكل مصنع بيعمل نادي باسم الشركة أو مصنع بتاعه وبيلعبوا مع بعض كده دوري اسمه دوري الشركات. ما أعرفش موجود لحد دلوقتي ولا لأ، بس تقريبا موجود. بس يبقى موجود ليه؟ ما بقى الدوري الممتاز بتاعنا بقى دوري شركات. تخيل معايا يا عزيزي لما يبقى 18 فرقة فيهم 12 فرقة شركات وست فرق جماهيرية فقط لا غير. انت ما عندكش دلوقتي فرق جماهيرية شعبية غير الاهلي، الزمالك، المصري، الاتحاد، الاسماعيلي، غزل المحله. وغزل المحله سنه بتهبط وسنه بتصعد، بتبدل مع البلديه. والاسماعيلي بالمنظر ده النهارده، الاسماعيلي بعد فوز انبي وما اعرفش تعادل تقريبا مودرن، بقى الاسماعيلي المركز الاخير. يعني حتى لو هم بيغيروا اللائحه عشان يخلوها فريق واحد عشان يلحقوا الاسماعيلي، فالاسماعيلي بقى الاخير. فتخيل معايا ايه الحل؟ ما هو الناس اللي فرحانه اللي الاسماعيلي هتهبط، انت فرحان بايه؟ بمستوى الدوري المزري بتاعك اللي ملوش طعم. ما هي الكوره للجماهير، من غير جمهور الكوره ملهاش طعم، اللعبه ملهاش لازمه. ليه؟ ما هي الكوره حلاوتها في الجمهور. احنا بره بننبهر ليه بيهم؟ طبعا بعده عوامل، اولها الجمهور رقم واحد. بيبقى دايما الاستادات متقفله، تصوير بقى، اخراج، جوده صوره، معلق، طبعا جوده لعيبه وجوده لعب. الناس دي ما بتلعبش كوره، الناس دي بتلعب بلاي ستيشن، بتلعب بيس، بتلعب فيفا. اتفرج النهارده على ديربي ريال مدريد وبرشلونه، شوط واحد في ست جوان، حاجه يعني عظمه. ماتش يخليك ما ترمش، ماتش يخليك مش فاضي تهرش، مش فاضي تمسك فنجان القهوه بتاعك تاخد منه شفطه، هيفوتك حاجه جامده، ما فيش وقت. ماتش رتم سريع قوي. يعني واحد كان قاعد بيقول لك الناس دي بتلعب كده بسرعه ازاي؟ ملوش في الكوره، بس بيشوف لقطه من الدوري المصري ولقطه من الدوري الاوروبيه فبيتجنن. ايه ده؟ هو ده ايه اللي جاب ده لده؟ هو دي الكوره حقيقيه ولا ده بلاي ستيشن؟ فالحل ايه؟ الحل ان الانديه دي تتخصخص، الانديه دي تتعرض للبيع. هيجي لها مستثمرين اجانب عرب خلايجه هيشتروا الانديه دي ويدوك مليارات فيها، تمام؟ وانت تبقى كسبت فلوس كدوله، وفي نفس الوقت ريحت دماغك من عبء الانديه دي، من مشاكلها، من ديونها، من مئات الملايين اللي عليها للضرائب وبقى للفيفا والايقافات القيد والكلام ده كله. وفي نفس الوقت بقيت اقوى بكتير. الدوري بتاعك هيبقى عامل زي الدوري السعودي. تخيل معايا لما الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري الانديه دي تتباع وتخصخص ويبقى معاها فلوس تشتري لعيبه زي الاهلي وزي بيراميدز. طبعا الاهلي ملوش دعوه بالموضوع ده، الاهلي معاه الزيتون ومعاه الكبسه ومعاه كل حاجه، اخواتنا وفوق دماغنا، مفيش اي مشكله. اقوى فرقه في افريقيا، تمام؟ فالحل كده لازم الانديه دي تتخصخص. بس انا مش فاهم ليه حتى مالك بيراميدز لما اشتروا بيراميدز اشتراها على هويه محافظه اسيوط. طب ما تخليها على نفس الهويه وتستغل جمهور بقى اسيوط، تعمل استاد هناك ويبقى انت معاك جمهورك واكتسبت جمهور، بدل ما انت بتدور على جمهور تشتريه بال 200 جنيه وبالوجبه وبالكلام ده كله. لا، يبقى معاك جمهور بجد بتاع المحافظه. ليه؟ هم كل زمان كان كل محافظه ليها نادي. الفيوم ليها نادي، اسوان ليها نادي، قنا ليها نادي، المنيا ليها نادي، سوهاج ليها نادي، اسوان ليها نادي. فكنت اهلي وزمالك يروحوا يلعبوا مع الفرقه دي في المحافظات التانيه، كنت تلاقي يعني طشه موت. تلاقي جمهور مثلا اسوان قدام جمهور مثلا الاهلي او الزمالك، ده بيشجع وده بيشجع، متعه. ما هي الكوره متعه في كده. دلوقتي انت لما بتروح تلعب غزل المحله في ملعب المحله، ملعب المداخن الجميل دوت، لما بيبقى جمهور غزل المحله المحلويه قاعدين وجمهور مثلا الاهلي او الزمالك، بتلاقي متعه غير طبيعيه في التشجيع. ده بيشجع فرقته، ده بيشجع فرقته، بيردوا على بعض، بيكسفوا جبهات بعض، مفيش مشكله، هي الكوره كده. زمان كنت تتفرج على الكوره لحد 2010، لا كانت اقوى بكتير. الدوري المصري، الدوري المصري كان مصنف اقوى دوري في الشرق الاوسط وفي افريقيا، يعني واقوى دوري عربي.